السلام عليكم. والله يا جماعة بتوحشوني. أنا عايزاكم بقى تفرحوا معايا عشان أنا خلاص قدمت الإسراء في سباحة. بعد طول انتظار يعني الحمد لله. النهاردة أول يوم في تقديم السباحة. هي طبعا عرضنا عليها حاجات كتير، قالت لا أنا عايزة سباحة، وطبعا دورنا على أقرب مكان لينا فكان فندق توليب عشان إحنا من إسماعيلية. هي دلوقتي بقى خايفة ونازلة عمالة تبص وراها، لا بابا تعالى وديني، لا تعالى جبني. خايفة ومرعوبة، ده أول يوم طبعا. وصلنا متأخر. المدربة كانت خلاص اشتغلت وزمايلها كانوا خلاص يعني مستعدين اهو زي ما انتم شايفين. بس في حاجة اللي هي يعني ايه، مش عارفة، حاسة ان هي اندمجت معاهم كده. انتوا هتشوفوا برضو في الفيديو، هتشوفوا ان هي مش خلاص اول ما تروح عند المدربة بتنسانا احنا معاهم بقى، بدأت تشتغل اهي. اهم حاجة بقى في السباحة، بتخلي الجسم مرن، بتخليها كمان تكسر الرهبة والخوف، وان هي تعرف تتعامل، تعرف تاخد قرار، ومفروض ان القرار ده يبقى صح يعني. طول ما هي في المية، المدربة طبعا بتديهم التعليمات على اساس انه ده تسخين. المكان جميل بصراحة، المكان اكتر من رائع. هنا ال الاطفال اتقسموا لجزئين، يعني احنا جينا تبعا، يعني في حد كمان جه ورانا، في ناس تانية جت ورانا جت متاخر. فلما كتروا المدربه خدت منهم جزء والمدرب خد جزء، على اساس انه يبقى جزء مع المدرب وجزء مع المدربه، ويبقى برضو الولاد بيتدربوا بياخدوا حقهم. ده كان مجرد تسخين كده. الفيو رائع بصراحه، من اجمل الاماكن اللي الواحد دخلها في محافظتنا طبعا، يعني احنا محافظة اسماعيلية. من اجمل الفنادق اللي فيها. وطبعا الاشتراك في السباحة مش مقتصر بس على النزلاء اللي في الفندق، لا، ده ممكن يبقى لحد من سكان المحافظة لحد كده. لحد مثلا جاي زائر، لحد حابب ان هو يشترك. هنا غيرت المدربة، غيرت الوضعيات اللي هم كانوا عليها، قالت لهم يفردوا ايديهم ويحركوا رجلهم. انا ما اعرفش الحركات دي ايه طبعا، بس هم اكيد الحركات دي ليها اسم يعني. بس بجد انا سعيده ان انا اشتركت لها، على اساس ان هي ما يبقاش لعبها كله في البيت، لان سن اسراء عايز نشاط بدني، مش عايز بس اللي هو اتحرك خطوتين في البيت وابقى انا كده لعبت وخدت حقي. لا، هم برضو ليهم علينا حق، وكل واحد ايه، آه يعني بيعمل اللي عليه، على اساس ان احنا نبقى حتى اديناهم شويه كده راحه في الاجازه. هنا المدرب بقى، وده اهم جزء، المدرب قعد يعلمها ازاي تعوم لوحدها. هي طبعا خايفه، شاده جسمها كله، مرعوبه، مش عايزاه يسيب ايديها. يعني هو ياخد ايديها يدخلها جوه الميه، يرفع، بصوا بيعمل ايه، بصوا بيشد رجليها ازاي، يقول لها افردي رجليكي كده، بيديها بقى التعليمات اللي هي المفروض هتمشي عليها. وطول التدريب على فكره كان كده، هي وغيرها من زمايلها، اللي هو افردي رجليكي، اعملي كذا اعملي كذا، بيديها تعليمات على اساس ان هي تنفذها. بس طبعا ده عشان اول يوم، فاكيد مش هيبقى فيه استجابه من اول يوم يعني، فلازم تاخد وقتها. هي معاها بنت عمها في التدريب، بس بنت عمها هي اكبر منها، فالتعليمات بتنفذها بالظبط، فالدنيا تمام معاه. لكن اسراء علشان طبعا دي اول مره تنزل حمام سباحه، واول مره في تدريب وبتاخد تعليمات والمفروض تتنفذ، فهي لسه الموضوع معاها شويه. بس بجد انا سعيده من جوايا ان انا عرفت اعمل لها حاجه، عرفت ان انا اوديها، عرفت ان انا اقدم لها على الاقل، حتى لو مش هناخد الصيف كله، بس احنا ايه، خرجنا عملنا حسابنا ان احنا هيبقى في تدريب. فرحتها بمعنى اصح. فرحانه ومبسوطه. ودي بصراحه بتبقى عند كل ام بالدنيا، ان تفرح العيل وتبسطه وتخليه مرتاح. تعمل لي باي، على اساس ان انا يعني ايه، قاعده مستنيه، كنت بصورها ساعتها. هنا بياخدوا تعليمات وينفذوا، اللي هو يقفلوا نفسهم وينزلوا تحت المية وهم فاردين جسمهم. طبعا كذا حد. البسين كان مليان مستويات، بس طبعا بين كل مستوى ومستوى في فاصل.
مش كل المستويات مع بعضها، يعني إسراء ليها مستوى لوحدها اللي هم لسه المبتدئين، في المستوى اللي أعلى شوية، في اللي أعلى شوية لحد الشباب مثلا يعني. البيسين شغال، كل تدريب له ساعة في المية. طبعا طلبت مية فحنين راح تودلها. كل فرقة أو كل جروب مع بعضه ليه ساعة في المية بياخدها وبيطلع بينزل الجروب اللي بعده. دي برضو كانت تعليمات المدربة اللي هي المفروض تنزل تحت، بس هي طبعا طالعة غلط، ومفروض ان هي ما خدتش وقتها كمان تحت المية. المفروض ان هي بتاخد تعليمات من المدربة او المدرب اللي وراها وبتبدأ تنفذ. هنا زمايلها برضو نفس الكلام. لو بصيتوا على الناحية التانية برضو هتلاقوا، بصوا، بس دول مستويات تانية في فواصل في المية ما بينهم، على اساس ان الصغيرين لوحديهم والكبار لوحديهم. وبكده احنا كده خلصنا، بس لسه